أسرار وفضائح كشفتها عملية تحرير جزيرة الخالدية الواقعة بين الفلوجة والرمادي شرقي محافظة الأنبار. فالمدينة الخارجة عن سيطرة الحكومة منذ أن دخلت قوات الاحتلال الأمريكي للبلاد، ولم تحسم أمرها وتركتها عن عمد لتكون بؤرة لتخريج الإرهابيين طوال السنوات الماضية. احتوت على تحصينات ومراكز عسكرية فاجأت القادة العسكريين لحظة دخولها. السلطات العراقية أكدت أن الإرهابيين سواء جماعة القاعدة أو داعش كانوا قد حولوا الخالدية إلى مركز قيادة وسيطرة في محافظة الأنبار والمناطق القريبة منها، حيث تم إعداد بساتين المنطقة المعروفة بكثافتها بشكل دقيق لتكون مخبأ للإرهابيين وساحة استنزاف للقوات الأمنية طوال 11 عاما، وهو ما جعل من دخول المدينة أمرا غاية في الصعوبة، ولم يتحقق إلا بقتل أعداد ضخمة من المسلحين في عمليات كان لقوات الحشد الشعبي دور محوري فيها. هذا نصر كبير لم يتحقق لنا في أي معركة من المعارك مثل هذه المعركة. القتلى تجاوز 1000. معركة البكنعان ستبقى خالدة في أذهان داعش. المسؤولون العراقيون تحدثوا عن أن المدينة اجتمع فيها الإرهابيون خاصة في منطقتي البوبالي والبوكنعان، سواء من الأجانب وتحديدا الشيشانيين أو من العراقيين الهاربين من القوات الأمنية في مختلف المناطق، وبينها الفلوجة والهاربين من السجون العراقية وتحديدا من سجن أبو غريب. وأثار تحرير الخالدية الكثير من التساؤلات حول أسباب عدم توجه القوات العراقية خلال الحقبة السابقة، وأيضا القوات الأمريكية لتحرير المدينة، حيث تدور الشبهات حول بعض الساسة والزعامات القبلية والقيادات الأمنية والعسكرية التي كانت تبعد السلطات عن التفكير بالسيطرة على جزيرة الخالدية، وكأن المطلوب الإبقاء على أسرار هذه المنطقة. وتشير الوثائق والدلائل إلى أن الجماعات المسلحة وبمختلف صنوفها ومسمياتها عملت ومنذ العام 2005 على إقامة تحصينات وإنشاء قواعد رئيسية في غابات وأحراش الخالدية، كانت مصدر إنتاج آلاف السيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي قتلت عشرات الآلاف من العراقيين منذ ذلك الوقت، وكله جرى تحت سمع ونظر حواضن من المنطقة وأخرى قبلية وجهات سياسية وعسكرية وأمنية.